ازيكم يا دكاترة، يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن آخر محاضرة لينا في المنهج إن شاء الله، وهي الرياكتيفيتي والأورينتيشن في الإلكتروفيليك سبستيتيوشن رياكشن. طيب، قبل ما نبدأ كده احنا عايزين نعرف بس احنا وصلنا لحد فين. احنا أول حاجة خدناها الأروماتيك كومباوند، واتكلمنا عن خواص الأروماتيك كومباوند، وجمعنا فيها إن هي لازم تكون بتخضع لأربع حاجات: سايكليك، بلانر، SB2، وبيلي الهاكلز رول. تمام، ده كده بالنسبة لنا كأروماتيك كومباوند. بعد كده طلعنا من الأروماتيك كومباوند وخدنا شوية أمثلة على الأروماتيستي، وإمتى نحدد المركب ده أروماتيك ولا لأ. وبعد كده كان آخر المحاضرة الأولى من الأروماتيستي إن احنا اتكلمنا عن الأنيولينز، وعرفنا ايه منها هيكون أروماتيك وايه منها هيكون ايه مش أروماتيك. وطبعا خدنا الفرق ما بين الأروماتيك والأنتي أروماتيك والنون أروماتيك. المحاضرة التانية اتكلمنا فيها عن السبستيتيوتد بنزين، وقلنا احنا عندنا فيه مونو وداي، ودولت يعتبروا محور كلامنا النهاردة، لأن احنا هنتكلم أصلا عن بعد ما عملنا الكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن على حلقة البنزين، طلع عندنا النواتج اللي احنا بنقول عليها ايه؟ مونو وداي. والمونو والداي دولت هم دلوقتي محور كلامنا، لان احنا هنلاقي ان بعد الحلقة ما دخل عليها substitution هنا حصل ليها تغيرات في الرياكتيفيتي. يعني المشتق او السبستيتيوشن اللي دخل على الحلقة ده، سواء هو نيترو سلفونيشن مثلا، او عندك الهالوجينيشن، او عندنا الفريدل كرافت، الناتج اللي طالع من كل ده. وفي حاجات تانية ما خدناهاش زي مثلا ال OH وال NH. الحاجات دي كلها دي مجموعات بتغير من سلوك حلقة البنزين، وبالتالي هيبقى فيه تغير عندنا في التفاعل. تمام لحد هنا؟ تعالى بقى نشوف السبستيتيوشن ده هيغير معانا ايه. قالك بعد الالكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن بتاعنا ده، اللي هيتغير في الحلقة بتاعتنا الرياكتيفيتي والاورينتيشن. معنى ايه الكلام ده؟ الرياكتيفيتي يعني الحلقة يا اما هتزيد في النشاط وتتفاعل بزيادة عن الأول، أو هتقل في النشاط وتتفاعل بصعوبة عن الأول، أو ما تتفاعلش خالص. ده كده بالنسبة للرياكتيفيتي. تاني حاجة معانا وهي الأورينتيشن. الأورينتيشن ده لما الحلقة اللي عليها مشتق دي تيجي تتفاعل، الحاجة الجديدة اللي داخلة هتتوجه. أورينتيشن بتتوجه لمكان معين. المكان المعين ده حسب المجموعة اللي على الحلقة الأولى. وليكن عندنا مثلا ال NH2 هتختلف عن ال CH3 مثلا، هتختلف عن ال NO2، هتختلف عن أي مجموعة تانية زي ما هنشوف دلوقتي. واحنا هنا هنقسم المجموعات عندنا لكذا حاجة. أول حاجة عندنا هوت دي في activating. من ناحية الاكتيفيتي يعني هي المجموعة اللي دخلت على الحلقة دي هتخليها activating، الاكتيفيتي بتاعتها زادت، وده بيكون مع الالكترون دونيتنج جروب، لانها بتدي الالكترونات بتاعتها بالام بوزيتيف للحلقة. ام بوزيتيف اللي هو الريزونانس. حلو، بتعمل ريزونانس مع الحلقة وتزود الالكترون دينستي. فلما الالكترون دينستي دي تزيد على الحلقة هيبقى الشحنة السالبة ازيد، وبالتالي هتتفاعل مع الالكتروفيل بشكل اسرع. وفي منها مع الاكتيفيشن ده بتوجه للأورثو والبارو. تمام كده، يبقى احنا خدنا الاكتيفيتنج وبتوجه للأورثو والبارو. في عندنا نوع تاني هنشوفه دلوقتي، وهو بيعمل دي اكتيفيشن للحلقة. لما تكون المجموعة اللي عندنا withdrawing جروب، يعني بتسحب الكترونات الحلقة بالماينس ام، ماينس ميزوموريك افكت، هتسحب الكترونات الحلقة، وبالتالي الحلقة الشحنات السالبة اللي عليها هتقل،
فلما الالكترون دينستي بتاعتها تقل هتبقى مش قادرة تدخل التفاعل اصلا بالالكترونات بتاعتها، ومع ذلك بيكون احنا عندنا هنا قللنا الرياكتيفيتي، ولو حصل تفاعل هيبقى ايه عند في ميتا دايركتنج جروب. تمام، يعني هتوجه المجموعة اللي جاية عند الميتا. اخر مجموعة عندنا هنشوفها اللي هي هتكون الدي اكتيفيتنج جروب، يعني هتقلل نشاط الحلقة، ومع ذلك هتكون اورثو وبارا دايركتنج. يبقى احنا كده عندنا خدنا في اكتيفيتنج اورثو بارا، وفي دي اكتيفيتنج اورثو بارا، وفي اخر حاجة عندنا اللي هي ايه الدي اكتيفيتنج ميتا. تمام، تعالى بقى ايه ناخد الثلاث ورقات دولت باستفاضة. اول مجموعة معانا وهي الالكترون دونيتنج او الاكتيفيتنج جروب. دي قلنا مجموعات هيبقى عندها لون بير مثلا، واللون بير دولت هيشتغلوا بالبوزيتيف ام، وبالتالي هتدي الكتروناتها للحلقة. المجموعات اللي عندها لون بير ممكن تكون مثلا ان، يعني عندنا ال NH2 ال NHR ال NR2، يعني انه ماسكة في اتنين القايل، وعندك ال OH وال OR، وعندك ال OCO او ال NHCO. عموما دي كلها مجموعات عندها لون بير. احنا عارفين ان ال N مع اي حاجة هيبقى معاها لون بير، وكذلك ال O مع اي حاجة هيبقى عندها لون بير. حلو كده. طيب في مجموعات تانية بيكون عندها بوزيتيف اي، مش بوزيتيف ام، زي الالكايل جروب والاروماتيك جروب بيكون عندهم بوزيتيف اي. تمام كده. طيب تعالى نشوف ايه اللي هيحصل. المثال بتاعنا هنا معانا مجموعة NH2 معاها لومبير. اللومبير دولت بيحبوا الريزونانس، فهيجوا نازلين عاملين رابطة مع الحلقة. تعال نكبر الصورة شوية. فهنا عندنا اللومبير هيعملوا ريزونانس مع الحلقة عشان بيعملوا كونجيوجيشن والمركب يستقر أكتر. فتيجي هنا هيبقى الكربونة دي حواليها 5 روابط، فدي هتكون غير مستقرة فهتتكسر لصالح دي، والإلكترونات هتيجي هنا. جميل كده. طيب الإلكترونات دي جميل، إلكترون جنب دبل بوند بيحب الكونجيوجيشن، هيجي مكسور للكربونة اللي جنبها دي على طول عشان تتكسر دي للكربونة اللي فوق، والإلكترونات هتيجي هنا. تمام. طيب بعد كده هتيجي الإلكترونات تعمل كونجيوجيشن وتكسر دي فوق. فهنلاحظ إن الشحنة النيجاتيف بتاعتنا انتقلت ما بين رقم 2 و4 و6، اللي هما بالنسبة لنا موضع أورثو وبارا. أورثو في المكانين والبارا، عشان كده احنا قلنا دي بتوجه للأورثو والبارا. واكتيفيتنج ليه؟ لأن احنا عندنا برضو في المكانين دولت ظهر شحنات سالبة. شحنة سالبة يعني هتتفاعل مع الإلكتروفيل بشكل أفضل. تمام. هنا بقى بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا مينلي الكترون دونيتنج جروب، زي ما قلنا اللي عندها بوزيتيف ام او بوزيتيف اي، دولت اللي بيكونوا قادرين على انهم يعملوا stabilization للسيجما كومبلكس بتاعنا، ويوجهوا للأورثو والبارا زي ما شرحنا. أمثلة عندنا بقى للكلام ده، عندك أول حاجة التولوين، ده حلقة بنزين عليها CH3 الاسم مهم. لما هنعمل نيتريشن ليه قلنا هيوجه لأورثو وبارا. طيب لو OR، يعني لو OCO CH3 هيعمل ايه؟ الفينايل اسيتيت اللي هو الاستر ده هيعمل ايه؟ احنا قلنا دي O يعني هتشتغل بالبوزيتيف ام، الار بتشتغل بالبوزيتيف اي. طيب البوزيتيف ام يعني هتدي الالكترونات وهتوجه للأورثو والبارا، يعني في وجود ال FeCl3 مع الكلور هيعمل ايه؟ كلورينيشن في الأورثو والبارا. تمام كده. تعالى نشوف
توضيح للكلام ده اكتر مع ال OH. هنا هناخد وجود ال OH على الحلقة، يعني عندها بوزيتيف M. في وجود الالكتروفيل بتاعنا المفروض هيحصل ايه؟ هنقارن هنا ما بين 3 حاجات. هنحاول نحطه على الأورثو، وهنحاول نحطه على الميتا، وهنحاول نحطه على البارا، ونشوف الناتج في ال3 أشكال دولت بالنسبة لحلقة البنزين هيبقى مستقر ولا لأ. ففي الأورثو هنلاقي إن الإلكتروفيل لما دخل في الأورثو هنا كون رابطة زيادة، وبالتالي احنا عندنا ايه؟ الكربونة دي هيظهر عليها بوزيتيف، لأن الإلكترونات اللي راحت هنا عملت رابطة مع ال NO2، وبالتالي في فقد حصل للكربونة اللي جنب الكربونة اللي عملت الرابطة دي، فظهر عليها ايه؟ شحنة بوزيتيف. طيب احنا عندنا شحنة بوزيتيف، الإلكترونات اللي جنبها هتسكت؟ طبعا لأ، هتتنقل ليها عشان تخلي الشحنة الموجبة دي تستقر، وبالتالي الشحنة الموجبة بعد ما كانت على وضع 3 هنا هتيجي نقلة للوضع 5. طيب جنبها دبل بوند هتيجي رايحة لها، بعد ما هتروح لها هتتنقل على الكربونة اللي عليها ال OH، وال OH هنا عندها لون بير تقدر تعمل دبل بوند. جميل. احنا هنا بنقارن بايه بقى؟ هنا في حاجة اسمها الريزونانس ستراكشر. كل ما زاد عدد الريزونانس ستراكشر عندي، يعني كل مركب ما فيه احتمالية ان هو يعمل ريزونانس ستراكشر زيادة، كل ما هيكون هو عنده stability اعلى. جميل. يبقى احنا بالنسبة لنا هنا بين الوضع الاخير اللي احنا وصلنا له ان ال OH عملت الدبل بوند والمركب كده في وضع ستيبل. الريزونانس ستراكشر 1 2 3. جميل. 4. آخر حاجة بعد كده احنا كده وصلنا ايه؟ لأن ده 4 ستراكشر. لما تعالى نشوف البارا بالمرة. البارا نفس الموضوع، لما جت هنا هتلاقي البوزيتيف ظهرت على ال5، ومن ال5 هتيجي نقلة لل1 وبعد كده لل3، هيظهر نفس الموضوع. احنا عندنا الريزونانس ستراكشر لما الأو تنزل باللومبر بتوعها موجودين، ده ستيبل برضه. والريزونانس ستراكشر عندنا 4. طيب لما يدخل على الميتا، لما دخل على الميتا بقى البوزيتيف نفسها ظهرت عند رقم 2. فلما نيجي ننقل الدبل بوند من هنا لهنا عشان دي تنقل، هتنقل عند رقم 4. يبقى بالتالي هيبقى عندنا 2 و4 و6. دبل بوند طلعت هنا وهتنقل منها، دي خلاص استقرت. هتيجي نقلة دي هنا عشان الشحنة اللي نطت هناك دي بسبب الدبل بوند، وبالتالي هتلاقي عندنا ايه؟ ظهر 3 بس ريزونانس ستراكشر. تاني في الميتا احنا عندنا لما هو دخل على الميتا الشحنة الموجبة ظهرت هنا، هتيجي دي رايحة لها عشان تستقر، وبالتالي الشحنة هتيجي هنا. هتيجي دي رايحة لها هنا عشان تستقر. تمام. لما تيجي لها هنا هتبقى الشحنة على الكربونة دي، يبقى 2 و4 و6 هنا. جميل. هنا المركب الأو هنا ما قدرتش تدخل معاهم في الاستابلايزيشن عشان ما أتاحتش ليها إن يبقى فيه بوزيتيف تحتها على الكربونة تعمل معاها ربط، وبالتالي هنا ال3 ريزونانس ستراكشر دولت مفهومش. أولا السبيشالي ستيبل ده اللي احنا عايزينه، اللي هو لما الأو نفسها بتحب تدي الإلكترونات فما ادتش الإلكترونات. جميل. فهو هنا مش موجود، وبالتالي ده اقل stability واقل كمان ايه؟ resonance structure. مهم احنا نقارن بالشكل ده. يعني لو جالنا قالك وضح ليه ال OH مع ال NO2 هيدينا مثلا أورثو أو بارا مش الميتا، هتبقى انت مطالب انك ترسم الرسم التوضيحي ده. احنا كده خلصنا اول جروب معانا اللي هي ايه؟ الاكتيفيتنج أورثو بارا. تاني مجموعة معانا هتبقى الدي اكتيفيتنج للميتا.
يبقى اخر مجموعة معانا في المجموعات دي هتكون الدي اكتيفيتنج والأورثوبارا، ودي المثال عليها الهالوجينات. طيب الهالوجينات دي بتعمل ايه؟ بتنكريز الريت اوف decrease the rate of substitution electrophilic reaction، وبتوجه للأورثو والبارا. طيب ليه الهالوجين بتوجه للأورثو والبارا مع إنها دي اكتيفيتنج جروب؟ قالك لأن الهالوجين احنا عرفنا قبل كده إن عليها لون بير، وبيكون ليها كمان نيجاتيف اي، فهي نيجاتيف اي يعني هتسحب الالكترونات، وبالتالي هي دي اكتيفيتنج. لكن ليها بوزيتيف ام، عندها لون بير ممكن يعملوا ريزونانس مع الحلقة فتزود الكترونات الحلقة، وبالتالي هنا اللي هيغلب شوية هو البوزيتيف ام. وبالتالي احنا قلنا البوزيتيف ام بيوجه للأورثو والبارا. تعال نشوف مثال. عندك لما يكون في كلور او بروم على الحلقة، نيتريشن او سلفونيشن هيدخل على الأورثو والبارا. تمام كده. تعالى نشوف هنا حالة البوزيتيف ام. الكلور هتعمل ريزونانس زي ما كانت ال OH او ال NH بتعمل ريزونانس بالظبط، وهيتكون النيجاتيف تشارج على 2 و4 و6. جميل كده. طيب عايزين نقارن بقى بين حاجة مهمة، وهي هل البوزيتيف ام للهالوجينات زي ال OH مثلا وال NH؟ طبعا لا. احنا عارفين ان البوزيتيف ام للهالوجين بيكون اضعف من ال OH وال NH. اولا احنا عارفين ان ال OH وال NH ما عندهمش كده كده نيجاتيف ام. تمام. بس خلينا نتكلم على منطق تاني، وهو بالنسبة لحلقة البنزين مين اللي هيديها اكتر، او مين اللي هيفت معاها اكتر يناسبها اكتر. فهنا احنا عندنا ان ال O وال N عموما دول بيكونوا 2B. 2B يعني ال B بتاعهم بيكون عند المستوى 2، الليفل 2. زي بالظبط الكربون، هو الفيتنج هنا بيبقى من ما بين 2B ل 2B في الباي بوند اللي بتتكون. جميل. طيب في الهالوجينات، لا، الهالوجينات هتلاقيها المستوى البي بتاعها بيبدأ من 3. يعني الكلور بيبقى 3، وعندك البروم بيكون 4B، وعندك الاي بيكون 5B. فهنا الفيتنج بتاعهم بيكون less effective than الايه ال 2B بتاع ال OH. جميل. طيب تعال نشوف ايه بقى مثال هنا. عندك CHO، وهنا ده مثال أمثلة عامة شوية. عندك CHO على الحلقة، قلنا ليها إيه؟ هتسحب الإلكترونات من الحلقة نيجاتيف ام، وبالتالي بتوجه للأورثو للميتال. الكلور هيدخل عند الميتال. طيب الCF3 دي اكتيفيتنج زي بالظبط CHO، وبالتالي هتدخل عند الميتال. لما نيجي ندخل برومينيشن هتدخل عند الميتال، كلورينيشن هيدخل عند الميتال. طيب هنا تولوين CH3، قلنا CH3 activating، يبقى بالتالي هتدخل عند الأورثو والبار. طيب C تريبل بوند N دي بتكون عندها سحب إلكترونات، وبالتالي هتوجه للميتال. تمام لحد هنا. لاحظ بقى إن فريدل كرافت اسايليشن. هنا عندنا حلقة معمول لها دي اكتيفيشن. قلنا هو اصلا بيحتاج حلقة معمول لها اكتيفيشن مش دي اكتيفيشن. زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت مش هيتم التفاعل. نركز في دي لانها مهمة وسؤال امتحان. عندنا المثال اللي بعد كده ده سولت. السولت هنا
أي سلطة هيتكون ده بيحتاج يسحب الإلكترونات، وبالتالي هيقلل الرياكتيفيتي وهيوجه للميتا. يبقى البي ار هتدخل عند الميتا. طيب ال NHCO ده أمايد، NH يبقى في بوزيتيف ام، يبقى أورثو بار. عندك حلقة عليها بي ار، يعني قلنا دي اكتيفيتنج بس بتوجه للأورثو والبارا، يبقى أورثو بار. CF3 دي اكتيفيتنج هتوجه للميتا. مثال زي ده بقى، مركب زي ده، احنا عندنا هنا في COO بالراحة كده، وعندنا حلقتين. حلو. طيب احنا عندنا هنا في حلقة عليها CO. مجموعة الكيتون دي قلنا هي ايه؟ بتكون او الاستر دي بتكون دي اكتيفيتنج للحلقة اللي عليها، وبالتالي هنا ايه؟ هتوجه للميتا. يبقى احنا لو هنعمل نيتريشن للحلقة دي، المتوقع ان الايه النيتريشن يحصل على الميتا هنا، يبقى NO2 هنا او هنا. جميل. طب ده اول احتمال. طب تاني احتمال عندنا ان ممكن اصلا النيتريشن تحصل على الحلقة دي. طيب الحلقة دي بقى ماسكة في ايه؟ ماسكة في O، مش ماسكة في COO. طب الأو هنا احنا قلنا الأو ليها بوزيتيف ام، يعني عندها لون بير وبتدي الكترونات، وبالتالي هتزود الكثافة الإلكترونية على الحلقة. يبقى الحلقة دي محتمل إن يدخل عندها للأورثو أو البارا. تمام كده. يبقى احنا كده عندنا ممكن من حيث الحلقة الأولى اللي ماسكة في الإستر يدخل على الميتا، وهنا هيبقى الناتج واحد. والناتج التاني إن ممكن يحصل عند الحلقة اللي ماسكة في الأو، وبالتالي هنا هيكون عندي ناتجين، يا إما أورثو يا إما بارا. تاني مجموعة معانا اللي هي الدي اكتيفيتنج، يعني بتسحب الإلكترونات من الحلقة withdrawing group، وبتكون ميتا دايركتنج. طيب هي ليه withdrawing group أو ليه دي activating؟ لأن هي ليها نيجاتيف ام افكت، نيجاتيف ميزوميريك افكت. المجموعات دي هتكون زي ايه بقى؟ عندك أي حاجة فيها CO، الدهيد، كيتون، حمض، استر، أي حاجة على النموذج ده. وكمان في حاجات بيكون ليها نيجاتيف اي، زي CF3 او CL3. تمام. تعالى ناخد مثال هنا على النيجاتيف ام. هنا بيقولك لما كان في ال NO2 على الحلقة، هي ال NO2 دي اصلا بتعمل ريزونانس داخلي، فلما تعمل ريزونانس داخلي مع نفسها هتاخد الالكترونات بتاعت الحلقة ناحيتها، عشان هي كمان تعمل ريزونانس داخلي، فتودي الالكترونات على الأو التانية. وبالتالي احنا هيبقى عندنا مثلا هنا في رابطة عند الام هنا الان، والاتنين او عليهم الكترونات. طيب هل الرابطة اللي اتكسرت دي واتكونت فوق هنا كده، هيبقى عندنا مثلا في كربونة هنا، دي لما اتكسرت لفوق الرابطة دي هنا في ظهر ايه؟ فقد الكترونات، فدي هتيجي ايه؟ تستقر هنا. بعدها هتلاقي ان الشحنة الموجبة على طول اتنقلت من هنا لهنا، عشان المركب ايه؟ فيه فقد الكترونات. طيب البوزيتيف جنب الالكترونات هتسكت؟ لا، هتروح لها. فعشان تستقر البوزيتيف هتيجي هنا. يبقى احنا بالنسبة لنا تكون دبل بوند هنا ودبل بوند هنا ودبل بوند هنا، البوزيتيف تحت. طيب الرابطة دي هتسيب البوزيتيف؟ لا، هتيجي لها هنا عشان تخليها تستقر، فهتتنقل عند اتنين. وبالتالي هتلاقي الشحنة الموجبة بقت عند رقم 6 هنا، وهنا عند 4، وهنا عند ايه؟ 2. يبقى هنا عندنا هنا الفرق ان في شحنة موجبة، يعني في فقد الكترونات عند رقم 2
وأربعة وستة. وده يقول لنا ايه؟ يقول لنا ان المكان اللي هيبقى فيه الكترونات زيادة شوية عن اللي موجود هو هيبقى رقم 3 و5. يعني تاني احنا عندنا فقد الكترونات في 2 و4 و6. فطبيعي ان الالكتروفيل اللي عنده فقد الكترونات مش هيدخل على مكان عنده فقد الكترونات. فلما هيجي يدخل هيدخل على ايه؟ المكان اللي فيه الكترونات زيادة، زي المكان 3 و5 اللي هو ايه؟ اماكن ميتا. يبقى عندنا ان البوزيتيف والنيجاتيف ام اللي موجود ده بيقلل من معدل السبستيتيوشن، عشان كده الرياكتيفيتي بتقل دي اكتيفيتنج. عكس طبعا البوزيتيف ام اللي فات كان بيزود الريت اوف سبستيتيوشن. وهنا الدايركشن بيكون على ايه؟ على الميتا. طيب بيقول لك وضح الكلام ده. mainly electron A with the wrong group has negative M or negative M negative I أو negative M that destabilize the A formed sigma complex. يعني المركب اللي ناتج بيكون destabilized، يعني مش مستقر كسيجما كومبلكس، بسبب ان الشحنة بتتاخد من الحلقة بتاعته، ففي عجز الكترونات. تمام. قال لك especially those resulted from ortho وبارا attack. يعني خصوصا ناحية ايه؟ الأورثو والبارا، وده هنوضحه دلوقتي. تمام. تعالى نشوف السيجما كومبلكس أو المركب عندنا هيستقر ازاي. هنا عندنا الاكسبلانيشن بتاعنا مركب عليه السي اتش او. قلنا طالما فيها مجموعة الكيتون يبقى الكيتون دي ليها بوزيتيف ام نيجاتيف ام، يعني هتسحب الكترونات الحلقة بتاعتنا وهتعمل معاها ايه؟ تقلل الكثافة الإلكترونية على الحلقة. طيب نكبر الشكل شوية. هنا حلقة عليها الكيتون أو الألدهيد، يعني مجموعة سي او. قلنا السي او ليها ايه؟ نيجاتيف ام، يعني هتسحب الكترونات الحلقة. فمع وجود ال NO2 اللي هو عايز نعمل لها نايتريشن، اللي هيحصل محتمل ان يحصل اتاك على ال O او ال M او ال B. طيب تعالى نشوف هيحصل ايه معانا. اول حاجة عندنا في الاورثو اتاك، لما تدخل على الاورثو هيتكون قلنا بوزيتيف تشارج عند ايه؟ رقم 3. تيجي الالكترونات عند البوزيتيف دي عشان تستقر وتنقل البوزيتيف هنا. تيجي البوزيتيف هنا لما دي الدبل بند تيجي هنا ايه؟ تحصل ايه؟ تيجي عند رقم 1. هنا بقى في مشكلة جامدة ان دي بتحب تسحب الكترونات. طيب بتسحب الكترونات وتحتيها بوزيتيف، ده كده ما بقتش خلاص، يعني اللي هو ايه؟ زهقت. ما ينفعش خالص يبقى مجموعة بتسحب الكترونات ويكون تحتيها بوزيتيف. الكربونة كده دي ضاعت خلاص، فده بالنسبة لنا كده انستيبل، ما بيتكونش اصلا يعني. تمام. وبالتالي الريزونانس ستراكشر عندنا 2 بس. جميل. طيب الحاجة التانية عندنا لما هيدخل على البار، نفس الموضوع زي ما قلنا قبل كده. هتلاقي الشحنة بتتكرر من 2 و4 و6. هتلاقي الشحنة آسف بتنقل ما بين رقم 3 و5 هنا في البارة. تمام. وبالتالي هتلاقي برضو الشحنة ظهرت عند رقم 1. رقم 1 مش ستيبل، وبالتالي الريزونانس ستراكشر هتلاقيهم 2. طيب تعالى للميتا اتاك. هنا هتلاقي البوزيتيف عند 2 وعند 4 وعند 6. حصل ان البوزيتيف جت للكربونة 1 ما جاتش، يبقى هنا الريزونانس ستراكشر 3 وما تكونش المركب كمان الانستيبل، وبالتالي هو الاكثر استقرار. ده التفسير للموضوع، عشان لو جه وقال لك فسر ليه ال NO2 هتدخل على الميتا مش هتدخل على ايه؟ الاورثو ولا البارا.
أمثلة التفاعلات عندنا هنا بقى ايه؟ عندك المثال الأول الدهيد، هنعمل نيتريشن، هتدخل عند الميتا تكون هنا ايه بقى؟ احنا عندنا الأول المركب ده اسمه بنزالدهيد، الدهيد على البنزين اسمه بنزالدهيد. هنا هيبقى ميتا أو 3 نيترو بنزالدهيد. المثال التاني عندنا ده استر، ده مجموعة إيثايل، الإيثايل مع الإستر ومع البنزين بيتسمى لما هتاخده إن شاء الله إيثايل بتيجي في الأول، وطالما ده إستر بنحط له ويت في الآخر يبقى إيثايل بنزويت. جميل، يبقى الإيثايل شرط مش شرطة بقى هنا مسافة، عشان الإستر بنعمل له مسافة مش شرطة، إيثايل بنزويت. جميل. طيب في وجود الفيومنج يبقى احنا هندخل SO3 على المركب بتاعنا وهتتوجه للميتا. طيب هنا ده مركب الايه الN ميثايل بنزاميد. سبب التسمية هنا ان هنا عندنا امين، الامين دي اللي هي NH بس عليها ميثايل، فلما بنيجي نسمي الامين بنقول N ونحط المشتق بتاعنا اللي هو الميثايل. ده كده اول جزء. طيب عندك الامين كلها كده على بعضها اللي هي حلقة البنزين مع الCO اللي هي الكيتون مع NH دي بنسميها بنزاميد، دي ليها اسم بنزاميد، هو اسمها كده. تمام. يبقى احنا عندنا N ميثايل بنزاميد ده في وجود البرومينيشن هيحصل ان البروم هيدخل على موقع 3. تمام لحد هنا كده خلصنا تاني جزء معانا، فاضل تالت واخر جزء معانا اللي هو الدي اكتيفيتنج، وبتوجه للأورثو والبارا. بس عموما طالما في المركب عندنا فيه مجموعة أو حلقة بنزين عليها تنشيط وحلقة بنزين عليها تثبيط يعني دي اكتيفيشن، بالتالي المفروض ان الجروب اللي هتدخل طبيعي بيتم على الايه الاكتيفيشن وبتريح دماغها، ويبقى اللي هينتج يا اما اورثو يا اما بارا. تمام. ومش عايزين نقول برضو معلومة متقدمة شوية ان هو اللي بيكون الرئيسي هنا بيكون البارا مش الأورثو كمان، وده بسبب ان ايه بتحاول تبعد المجموعات دي عن الاسترجك. جميل. ودي خليها لنفسك. هنكمل بعد كده اخر حاجة معانا وهي الاورينتيشن اوف داي سبستيتيوتد بنزين، يعني الحلقة لما يبقى فيه عليها 2 سبستيتيوشن المفروض المشتق هيدخل فين؟ تعال نفصل الكلام ده. في الداي سبستيتيوتد بنزين هنا بيكون عندي 4 احتمالات ونركز عليهم جدا. اول احتمال لو التو سبستيتيوانت اللي عندي ده ايه بيدايركت الانتاير جروب on the same direction، يعني المجموعتين بيوجهوا لنفس المكان، بالتالي reinforce each other، يعني اللي جاي هيدخل على مكان محدد. زي مثلا احنا عندنا الالقايل دي المفروض طالما CH3 بتوجه للأورثو والبارا، أورثو وبارا عندنا. طيب الأورثو موجودين فاضيين والبارا مشغولة، دي حاجة. طيب عندك NO2 بتوجه للميتا بالنسبة لها، وبالتالي خلاص هو اللي داخل كده كده عارف ان هو داخل على الأورثو CH3 ملوش مكان تاني. تمام، دي أول حاجة. الحاجة التانية، طيب لما المجموعتين بقى يختلفوا ليهم تأثيرين مختلفين عندنا، احنا عندنا هنا مثلا ال CH3 المفروض هتوجه للأورثو والبارا، طب البارا مشغولة. طيب البارا فيها ال NH بتوجه للأورثو والبارا، البارا مشغولة. طيب أنه أقوى فيهم؟ الأقوى ال NH2، يبقى هي اللي هيبقى لها التأثير الأغلب هنا. جميل.
طيب تالت احتمال عندنا لما التو جروب بيكون ليهم نفس equal direction. يعني احنا عندنا مثلا هنا في ار وفي هالوجين. طيب الهالوجين بتوجه فين؟ احنا قلنا اورثو وبارا. طيب الالقايل هتوجه لاورثو وبارا، والاتنين دولت يعتبروا متعادلين في القوة بتاعتهم، وبالتالي هتلاقي الأربع أماكن دولت ممكن يدخل عليهم مشتق، وبالتالي النيتريشن هنا ممكن بينتج عنه 4 ايزومر. جميل، في الأربع أماكن. آخر حاجة عندنا بيقولك ركز بقى إيه، الاسترك ده مهم جدا معانا. يعني الاسترك ده ممكن يخلي التوجيه بيغلب على مكان معين. قال لك مثلا عندك ايه في حالة اللي احنا عندنا هنا CH3، هنا CH3 ده اسمه زايلين، زايلين ده لما هنيجي نعمل له إيه سلفونيشن، عايزين ندخل ال SO3H. طيب هنا المجموعة دي بتوجه للأورثو والبارا، والمجموعة دي بتوجه للأورثو والبارا. جميل، هنا انت عندك الموقع ده مشترك، تمام، بس الموقع ده بعيد عن أي زحمة. يعني هو بعيد عن الزحمة الداخلية دي، وبالتالي هو مشترك للاتنين دولت، هيكون الناتج هنا. جميل، رقم 4. طيب لو هنيجي نعمل الترشري بيوتايل ده تولوين، دي المفروض ان هي بتوجه للأرث والبارا، ودي هتوجه للأرث والبارا، بس الزحمة هنا هتخلي اللي داخل يبعد عنها، وبالتالي هيتوجه للأرث فوق. تمام، كده احنا خلصنا الاروماتيستي، وخلصنا الحمد لله المنهج كله. ولو في اي مشكلة احنا معاكم ان شاء الله. دمتم بخير.